بتلعب شطرنج وما تعرفش الهجمة الجميلة دي على جناح الملك لما يكون مبيت، فانت فايتك كتير قوي. تعال مع بعض نشوف الجريك جيفت. الجريك جيفت شكل من اشكال الهجوم السريع على جناح الملك المبيت. بتحصل لما بيحصل تضحية للبيشوب في الاتش، في البيدق اللي بيكون موجود في الاتش 2 او الاتش 7. الموضوع مش ثابت، الموضوع مش حاجة انت تحفظها، ولكن هو باترن. يعني تأخد دماغك على انك تحس التكتيك ده وتحس بوجود التكتيك ده على البورد. طيب هل اعتباطا كده بتدب فيه في بدأ وخلاص؟ لا، انت المفروض تكون حاسب وعارف الشكل ممكن يوديك لايه. طيب تعال نشوف الافتتاح ده وبدون الخوض في افتتاح كتير او في لاينات كتير في الافتتاح، ولكن انا عايز اوريك الشكل التكتيكي الجميل ده بنوصل له ازاي. E4 D6 الفرنش ديفنس، بعد D4 وبعد D5 انت بتطلع بالنايت بتاعك، طبعا بتحمي البيدق اللي موجود في الاي 4، وبعد ما يطلع هو كمان بالنايت يعمل ديفلوبمنت بتبوش بيرتريت النايت، وبعد ما انت تعمل ديفلوبمنت للنايت بتاعك هو يطلع عشان يحضر للتبييته، عشان في اعتقاده ان هو كده بيبقى في السيف سايد، وفي نفس الوقت عامل بين للنايت ده. فانت بكل بساطه انت بتعمل نورمال ديفلوبمنت للبيشوب بتاعك في سبيل ان انت هتبيت تاني، وهو بدون وعي يخش في التبييت على طول، تقوم انت تقول له شكرا فيل في بيدق. بريليانت موف. ليه بريليانت موف؟ لان انت نرجع خطوه واحده كده. الغريب عند الملك ان هو مفيش قطع كفايه حوالين الملك تحمي، المربعات دي مفتوحه تماما. طيب ايه تاني؟ انت مش مبيت بس عندك افكار تكتيكيه، عندك البيشوب ده والبيشوب ده سفاحين، الداجونال بتاعهم مفتوح. طيب انت طب ما نفتح البوزيشن اكتر، وهنا تيجي التضحيه الجميله دي. طيب هنا الاسود عنده اختيارين، اما انه يقبل التضحيه او ما يقبلش. تعال نشوف لو ما قبلش التضحيه وكان جبان. في مقوله كده زمان بتقول لك ايه؟ ان انت لو ما قبلتش التضحيه تبقى جبان. مش عارف توافقني الراي في الموضوع ده ولا لا، او المقوله هي اللي بتقول كده. المهم الملك يخش في الاتش 8. طيب ماذا بعد؟ الدعم على طول بالنايت حامي البيشوب، وفي نفس الوقت محضر وفاتح الدياجونال الجميل ده للوزير. طيب الاسود يقول لك لا، انا هفتح نفس للملك وفي نفس الوقت انا حابس البيشوب بتاعك مش هيقدر يرجع تاني. طيب انت في الحالة دي لازم الكي موف بتاعتك ان انت عندك رخ. طب ما تفتح الفايل بتاعها وتدخل اشكال تانية وتدخل القطعة تانية في الهجوم. بتدفع على طول الاتش 4، عايز تدفع الاتش 5 وتدب بيدق في بيدق. طيب الاسود برضو مش هيقف كده، قال لك انا ده انا عندي تكتيك دلوقتي. فين التكتيك يا عم؟ انا ممكن اكل حصان في بيدق. طيب ما انا هاكل برضو، ايه المشكلة؟ هزق، عايز النايت. طيب انت ولا كأنك شايفه، النايت بتاعك متثبت ودلوقتي ممكن ياكل ويعمل مشاكل، بس انت ممكن برضو تزق على طول البون. طيب ليه يا عم؟ ده انا ممكن اكل كده. لو كل هنا في تكتيك رهيب جدا، هو انك تنزل بالنايت تشيك. لازم ياكل ولا هيروح فين؟ لان دي اساسا دبل وعايز الوزير. لو كل كده انت بتنزل تاكل الوزير بكش، هترجع عايز وزير. طيب الفكرة في حاجة ان انت برضو عندك تكتيك ان انت تعمل ديسكفرد تشيك وترقي وزير تاني. طيب يبقى انا لازم ارجع بالوزير في مكان جميل ويحمي من الكلام ده كله. فانا بكل بساطة انا ممكن اريتريت بالوزير بتاعي في الدي 4، عامل ضغط على البيشوب وفي نفس الوقت حامي الدياجونال الصغير ده اللي ممكن يرقي منه، وطبعا معايا وزير وكده ممكن اكسب بكل سهولة. طيب تعالى نرجع تاني للمين لاين بتاعنا الجريك جيفت. بيشوب تيكس وذ تشيك. طيب احنا هنا شفنا ان الملك مش هيقبل التضحية، ولكن لو قبل التضحية بهذا الشكل على طول النايت ينط بتشيك. الملك قدام احد اختيارين، الاتنين اوحش من بعض. ليه بقى الكلام ده؟ لان انت بكل بساطة لو طلعت لو نزلت بهذا الشكل تحمي او تستخبى بالملك في الجي 8 على طول، انا بكل بساطة وسعت الدياجونال بتاع الوزير، انا عايز تشيك ميت. وهنا الاسود لازم يضحي وزير في حصانه والا في مات. هتقول لي مات ازاي؟ ما انا عندي حل بسيط جدا، وهو اني ممكن اوسع مكان للكينج ان هو
يستخبى ويروح يسافر في المربعات دي، ولكن مفيش الكلام ده. انت بعد تشيك بيروح في الكينج في الاتش 8، ترجع تاني بتشيك، يرجع تديله تشيك، يمشي تديله تشيك تاني، يطلع تشيك ميت. الباترن دي مشهورة قوي، ان انت بتاكل الاول البيدق اللي موجود في الاف 7 وبعد كده بترجع تاني وبتديله تشيك ميت عشان المربع ده يكون مفهوش البيدق، وكده مفيش اي حاجة تغطي وتشيك ميت. طيب ده في حال لو الملك رجع فين بقى؟ في الجي 8. طيب البيست تراي للكينج هنا ان هو يطلع في الشارع في الجي 6. هنا انت قدام خيارين، واحد حلو جدا وواحد حلو بس. الحلو جدا هو انك تفتح لاين، تفتح الفايل بتاع الروك انها تشتغل وعلى طول تدفع البيدق ده. ليه؟ لان انت زي ما انت شايف انت عايز الدفعه الجايه بتشيك. طب وهي فايده التشيك دي ايه؟ فايده التشيك دي حضرتك ان انت هتجيب الكينج على ديسكفرد اتاك على حس البيشوب ده، ولما يجي على الديسكفرد اتاك سهل بقى دلوقتي ان انا اضرب حصان في بيدق بديسكفرد تشيك واكسب الوزير واكسب الجيم. طيب عشان يحل الموضوع ده لازم يعمل ايه؟ للاسف اتش 4 قويه جدا وملهاش اي رادع. بمعنى ايه؟ ممكن الاسود في بعض الاحيان بيقوم جاي هنا في الاي 7 على حس ان النايت مش هيقدر يطلبه من اي مربع. طيب في الحالة دي انت بتنقل نقلة سحرية وهي برضو تشيك، بتبوش البون بتشيك على اساس ان انت تفتح هجوم اكتر. لو الكينج جه هنا على طول كش مات في واحد بالكوين. اما لو الكينج راح على الديسكفرد تشيك انا ممكن بكل بساطة اطلع اقول له هات مات هنا. طيب هيحلها ازاي؟ هتقولي ما ممكن يدفع البيدق ده بهذا الشكل وبكده يبقى حمى كل حاجة. هتقولي ما انا هاكل بالمرور، برضو عايز نفس التشيك ميت يا حبيبي، كلت كمان ومانع التشيك ميت. طبعا انت ما خدتش بالك من التشيك ميت دي. طيب طبعا ده اسرع هجوم على جناح الملك في الحالة دي ان انت بتبوش الاتش 4 دي شفناها. طيب ماذا لو انت برضو رحت بالكوين بتاعك هنا على اساس ان انت عايز تعمل ديسكفرد تشيك برضو؟ طيب هنا الاسود ممكن يطول عمره شويه. بمعنى ايه الكلام ده؟ ان هو ممكن يدفع عليك البيدق ده ويقول لك امشي، انت كده كده مش هينفع تعمل ديسكفرد، اللي انت ديسكفرد تشيك والوزير هو اللي عامل لي ديسكفرد تشيك، ما انا هاكله عادي. فانت ممكن ترجع بكل بساطه في هذا الشكل. وهنا لازم تخلي بالك من الديسكفرد تشيك، الحصان ممكن ياكل البون ده وده خطير جدا، وعشان كده لازم تحميه بالكوين والكوين يطلع في الاي 7. طيب هعمل ايه؟ الفكره بتاعتنا القديمه اتش 4. اصبر، الفكره ان انت عايز تجيبه على الديسكفرد تشيك من البيشوب اللي موجود في الدياجونال ده. طيب وهي جامده قوي كده؟ طبعا جامده. طيب الاسود ممكن يلعب ايه في البوزيشن ده؟ يقول لك ما هي كده خربانه خربانه، وريني اللي ديسكفرد تشيك هتعمل ايه وانا هروح كده كده على الدياجونال الخطير. تقوم انت طبعا عامل ديسكفرد تشيك، وعايز اقول لك لا ما تعملش ديسكفرد تشيك، سوي على نار هاديه. بمعنى ايه الكلام ده؟ ان انت عايز تستغل المربع ده كمان وتقفله. طيب هو احنا لو عملنا ديسكفرد تشيك دلوقتي فيها حاجه؟ لو النايت جه بهذا الشكل كينج اتش 7 وحمى كل حاجه، طبعا انت دلوقتي ما عندكش هجوم صريح، ده حتى الافضليه نزلت ل1/10 ليك. طب ليه بقى الكلام ده؟ لان انت بكل بساطه دلوقتي هتقولي طب ما انا هرجع تاني هعمل كده. طيب فين هجومك بقى؟ ما خلاص الملك بيستخبى في الجي 8، وطبعا انت مالكش اي حاجه دلوقتي لان كده مفيش هجوم صريح على الملك. ليه؟ لان انت ممكن تقولي طيب ده انا هرجع بعد ما الملك ينزل في الجي 8 انا هروح على طول في الاف 3. عايز برضو نفس الفكره بتاعت التشيك ميت، ولكن هنا هو عنده دفاع قوي جدا، ممكن يديك تضحيه جميله هو كمان. ده يا خبر ابيض، ده انا كده بيتهجم عليا، ده انا لازم اكل، وبعد ما تاكل يديك اللي تشيك وكل حاجة اتفتحت عندك انت كمان، وهيبقى كده الجيم مش متوازن بالمرة. ليه يا عم؟ لان انا ممكن بعد ما اروح بالكينج بتاعي في الاف 1 يزق البيدق ده قافل لي كل حاجة. قافل لي كل حاجة ازاي؟ ده انا هروح بالكوين بتاعي في الاتش 5 عايز تشيك ميت. طب هي التشيك ميت دي ما نقدرش نحميها بكل بساطة بالفيل
وخلاص. فين الهجوم بتاعك؟ مفيش اي حاجه. طيب يبقى انت لازم تحسب كل حاجه صح. يبقى التضحيه او النط على طول عشان تعمل ديسكفرد تشيك مش اقوى حاجه، ولكن النقله السحريه الجميله جدا هو انك تبوش البون ده. عايزه ايه؟ عايزه تسكيور المربع ده، مربع الجي 6. طب هو ليه؟ يعني ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الاسود ما عندوش اي حاجه يلعبها. يعني هيلعب ايه؟ طيب البيست تراي في هذا البوزيشن ان الاسود يقول لك انا هاجي هنا بالروك بتاعتي في الاتش 8، عايز افضي مكان للكينج بعد ما تعمل ديسكفرد تشيك، ان انا اجي بالكينج بتاعي في الجي 8 وكل حاجه تبقى تمام. ولكن ديسكفرد تشيك اني واي من الابيض، وبعد ما تروح بالكينج كده المربع السحر الجميل اللي احنا قلنا هندعمه بالبدء ده، هتنزل بتشيك، وبعد ما يرجع هنا هتعمل ايه؟ افتح لاينات. بمعنى ايه؟ هتزق البيدق برضو anyway. طيب وبعدين انت طبعا ما عندكش اكلة البيدق دلوقتي، ولكن انت عايز تكتيك تاني ان انت تدفع البيدق ده بكش. طيب هنا الاسود يقول لك انا هخلص كل حاجة بقى، ويا تجيب الحصان يا تجيب الوزير، ولكن ماشي، عايز الحصان خد الحصان يا عم، مفيش اي مشاكل. يرجع الاسود بالوزير اعتقادا منه ان هو حامي كل حاجة. البيشوب بتاعه ضارب المربع بتاع الكش، وفي نفس الوقت الكوين راجع مفيش فيه اي حاجة. ولكن انا عندي برضو زقة همجية، زقة جنونية للابيض بهذا الشكل. كش ياكل اكل. التكتيك هنا ان انت عايز ترجع بالكوين هنا في المربع بتاع الاتش 5، عايز تديله تشيك ميت بالرخ. فعشان كده هو لازم يعمل كده. قال لك بقى كسر وزره، مفيش تكسير وزره، ده انت هتديله كش على الهوا بهذا الشكل الجميل، وبعد كده تاخد الوزير. تعرف تكسب كده ولا ايه؟ اكيد هتعرف تكسب. طيب هنا دي الاشكال الهجوميه بتاعت الجريك جيفت. اتمنى اكون ضفت لك حاجه دي. انا عارف ان الجريك جيفت طبعا يعني قتلت بحثا، ولكن اتمنى اكون ضفت لك حاجه جديده او شفت شكل جديد للهجوم. وطبعا ما تنساش زقه البدء بتاعت الاتش 4. ومش عايزك تحفظ حاجه، انا عايزك تشوف الريسورسز بتاعتك. الريسورسز دي يعني مدى امكانيه تناغم القطع بتاعتك في انها تبني هجمه فعاله على الملك. عشان استمر في الفيديوهات الجميله دي لازم دعمك بشير ولايك وسبسكرايب، واشوفك على خير ان شاء الله. لو عندك سؤال اسأل في التعليقات وهجاوب عليك بنفسي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.